في كيوسك اليوم باش نلقاو النائبة مريم بن بالقاسم، أصغر نائبة في مجلس نواب الشعب عن صفاقس. مرحبا بك يا مريومة، صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. كيف فاطمة؟ أهلا وسهلا بك مريومة. أنت معنا اليوم لأنه بعد اللي صار في الأسبوع الماضي نعرفوا تقريبا كما اليوم السيد وزير الصحة كان موجود لهنا في جنازة الله يرحمه وينعمه الوليد اللي توفى بعد سوء العناية وسوء التنظيم في مستشفى الهادي شاكر. انت قعدت في متابعة للموضوع هذايا وحاولت تاخذ الجديد والمستجد، خاصة أن وقع فتح تحقيق فيما يخص الموضوع، وكذلك الحديث خذاك مع السيد الوزير حول مستقبل البنية التحتية الصحية في الجهة اللي في حد ذاتها تشتكي الأمرين. صحيح. قبل كل شيء خير، وإن شاء الله رمضانكم مبروك وتصوموا بصحة البدن. وانتي زادة. يعيشك. بالنسبة للموضوع هذا، أنا منذ تولي الوزير الحقيبة نتاع وزارة الصحة اتصلت به كنائب عن جهة صفاقس، ونظرا للعديد الإشكاليات اللي عاينتها وزرت المستشفيات واطلعت على الإشكاليات اللي موجودة اللي يعانيوا منها الأطباء والممرضين وكل الطاقم الطبي والشبه الطبي. نعم. نسقت معاه الموعد، ولكن بحكم وضعية الكورونا وكل شيء والتزامات الوزير الكثيرة وكل شيء تأخرت الزيارة إلى الأسبوع الفارط، يعني من مشيت وزرته. بالنسبة للموضوع متاع الوليد الله يرحمه الشاب ياسين مصباح اللي توفى في السبيطار، هو الوضعية متاعه يعني كانت وزارة الصحة مهتمة بها منذ خروج الخبر متاع الوفاة متاعه. أنا اتصلت بالوزارة واتصلت حتى بالمدير الجهوي للصحة في صفاقس تعليل عيادي، استفسرت على الإشكال اللي صار وهل إنه ثم يعني إخلال أو ما ثماش وشنية الوضعية، ودعيته إنه يفتح تحقيق في الموضوع هذا ويتحاسب إذا كان ثم أي إخلال أو سهو أو تقصير أو اللي هو يتحاسب المعني بالأمر، لأنه في الآخر هذا أودى بحياة يعني شاب. وحسب العذر اللي سمعناه في الموضوع هذا، انه خاطر ثم شك انه ينجم يكون مريض بالكورونا، كيف تعرض القصور يعني كلوي حاد وكل شيء. العذر كان انه ينجم يكون مصيب بالكورونا، في حين انه ما ثم حتى عذر يسمح للطبيب انه يمتنع على معالجة مريض لا بالكورونا ولا بغير الكورونا. الموضوع هذا وزارة الصحة يعني في إطار متابعتها لكل المستشفيات والوضع الصحي في كل الولايات، وصل لها الخبر بتاع الموضوع هذا. وأيضا كيف مشيت للسيد الوزير في إطار متابعة المشاكل في مؤسسات صحية عموما في السابق كل شيء، حكينا على الموضوع هذا ووعد انه قال لي معناها باش يكون على الطاولة او على البيرو نتاعي غدوة تحقيق أولي في الموضوع. يعني حسيت الحرص نتاعو، أنا معناها حرصت عليه وهو أيضا أبدأ الحرص نتاعو، ومباشرة من غدوة من الزيارة نتاعي تم نشر التحقيق الأولي أو النتائج الأولية للتحقيق نتاع الموضوع هذا. جميل. يعني وهذه حاجة باهية إنه الوزارة تفاعلت معنا، وإنه معناتها حتى أهل الشاب المتوفي يحسوا انه مثلا حقهم ما ضاعش وحق اخوهم ما ضاعش، وان شاء الله باذن الله تظهر الحقيقه على خير. هو توا تقريبا توا الله يرحمه وينعمه عنده 8 ايام تقريبا، توا اسبوع من اللي وقع فتح التحقيق. هل تبعث ثمشي خطوات جديده، ثمشي حاجه جديده فيما يخص التحقيق هذايا؟ اي هو بالطبيعه احنا نعرفوا انه ما نجموش نعملوا معناتها عمليه كما عمليه تحقيق ولا رقابه ولا غيره في سرعه البرق. يعني اكيد باش تاخذ وقت، مش باش تاخذ وقت يعني شهور، لكن باش تاخذ وقت يعني مش بالضروره تتحسم الامور بسرعه. ربما تظلم اطراف معينه ولا حاجه بحكم سرعه الاجراء هذا لازم ياخذ وقته. لكن اللي اعلنت عليه وزاره الصحه هو تحقيق او بحث اولي باش تعطي معناتها اهميه للموضوع هذا، تعطيه اهميه وتحرص معناتها تحث الاطراف اللي معنيه بالتحقيق في الجهه انه تحاول تحرص على التحقيق هذا. لكن باذن الله ما نتخيلش انه معناها يتجاوز اسبوع اخر او اسبوعين ماكسيموم. ان شاء الله باذن الله الوزاره
وحتى يعني اللجنة اللي باش تحقق في الموضوع هذا يكون عندها نتائج واضحة ونهائية. نعم، هذا في جانب أول، لكنك انتهزت الفرصة للقاء هذايا في أنك تشوف التدابير اللازمة في محاولة تحسين حتى يعني جزئي بالنسبة لوضعية البنية التحتية في الجهة، سواء كان على المستوى المركز هنا في مستشفى الهادي شاكر، مستشفى لحبيب بورقيبة، أو كذلك حتى على مستوى المستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية. صحيح، هو السبب الأساسي للزيارة ومحور الزيارة الأساسي هو الموضوع هذا، لأنه كما سبق قلت أنه منذ بداية الدورة النيابية هذه وأنا نزور في كل المؤسسات، يعني أغلب المؤسسات الصحية، واطلعت على الوضعية يعني المقلقة جدا اللي تعاني منها معناتها المؤسسات الصحية على مستوى الجهة. نعم. وهذا هو أساسا يعني برمجت الزيارة مع السيد الوزير وحكيت معاه في الموضوع هذا. حكينا على وضعية المستشفى الكبير معناتها السبيطار هادي شاكر بورقيبة، حكينا على وضعية المستشفيات المحلية كما مستشفى الصخيرة، كما الاستعجالي اللي موجود في الغريبة، اللي موجودة كل معناتها الآلات معناتها هو موجود كمؤسسة، ولكن مازال مش قاعد يخدموا، مازالوا أهالي المنطقة ما هماش قاعدين يستنفعوا بالمؤسسة الصحية هذه، وقاعدين يمشيوا إما للصخيرة أو للمحرس. صحيح. أيضا وضعية مستشفى المحرس، أيضا وضعية المراكز الصحة الأساسية في أغلب المعتمديات الكل معناتها بدون استثناء. فعلا. هنا الغريبة، المدينة، أي المستوصفات اللي هي مراكز صحة أساسية بالحق معناتها هي يمكن أضعف حلقة في وسط معناتها المؤسسات الصحية الكل. أيضا حتى معناها حكيت معاه حتى على موضوع المراكز العناية بالسيدات معناها اللي هي معناتها تعاني الأمرين في كل المؤسسات الصحية، واللي هي الأصل فيه يكون معناها لها عناية خاصة ولها أهمية كبيرة. صحيح. بالنسبة للسيدات وللمجتمع عموما، يعني لازمها تكون معناتها مراكز معناتها فيها أشد درجات العناية والنظافة واللياقة والقيمة وكل شيء، لكن للأسف على أغلب المؤسسات اللي زرتهم الإشكالية معناها في الأقسام هذه زاد أيضا موجودة. كيف حكينا على الوسيط، على المستوصف نتاع حي الحبيب، يعني تقريبا حكينا على كل المؤسسات الصحية اللي موجودة، وركزنا أساسا بالطبيعة على المستشفى الجديد اللي مازال يعني ما بداش يخدم، اللي هو في معتمدية دينا. وبدينا نحكيو على آليات كيفاش النجم ينطلق، يدخل ويدعم النسيج أي تويكا، كيفاش ينجم هو يساعد المستشفى الكبير، وأيضا كيفاش ينجم يخلق معناتها حركية طبية على مستوى المستشفى هذايا. بالطبيعة هو المستشفى هذايا بحكم انه في اطار هبة صينية، دونك اغلب المعدات نتاعو اللي مازالت ناقصة لازم تجينا من الصين، وكما نعرف الوضعية نتاع الكورونا وغيرها تتعطل الموضوع هذايا شوية. دونك ما نجموش نحكيو على انه باش يتحل غدوة ولا بعد غدوة. هو مش كانش الماتريال مريم، الماتريال من جهة، ومن جهة أخرى زاد البيرسونيل، لأنه نعرف حتى المستشفى الجهوي في بير علي ما تفتحش لأنه ما زالت ما تحلتش حكاية البيرسونيل اللي باش يخدم في المستشفى هذايا، برغم اللي ثم برشا أقسام حاضرة فيه وانطلقت ديجا، لكن مع هذا يقعد الواعز بالنسبة لنا هو البيرسونيل والطاقم الطبي وشبه الطبي اللي باش يخدم. نعم صحيح، وهذا هو اللي من المفروض الوزارة باش تخدم عليه الفترة القادمة. وايضا نجموا يعني ربما نجموا نبداو نستغلوه كعيادات خارجيه، نجموا معناتها نحاولوا نستثمروا هذا الفضاء المخصص للشأن الطبي اللي غير مستفاد منه، الى حين ان شاء الله انه يتم تدشين هذا المستشفى ويتم معناتها استكمال النقائص اللي فيه، سواء على مستوى لوجستي او على مستوى بيرسونيل، مستوى يعني الطاقم اللي باش يكون موجود فيه. وان شاء الله احنا في كل الاحوال معناتها نظرا للوضعيه الصعبه اللي فيها المؤسسات الصحيه سنعمل على انه المؤسسات الصحيه الكل نحاولوا كيفاش نلقاو حلول. بالطبيعه ما نجموش نلقاو حلول في وقت قصير غدوه ولا بعد غدوه، هذا شيء مؤكد. باش نحاولوا نشتغلوا
شيئا فشيئا على الإخلالات اللي موجودة، ونحاولوا كيفاش نتجاوزوا كل مرة نتجاوزوا نقيض جانب ما. إن شاء الله بإذن الله في فترة تنجم تكون متوسطة نوصلوا إلى شيء من الرقي بالواقع الطبي اللي هي نحن نعرفوا أنه يعني من أحسن الجامعات. أكيد هي جامعة صفاقس، نعرفوا أنه من أحسن الأطباء على مستوى وطني، مش حتى في جهة على صحيح. مستوى وطني من أحسن الأطباء هم أطبائنا في صفاقس. من أحسن الخدمات اللي قدموها، ربي إن شاء الله يبارك فيهم، وإن شاء الله ربي يكتبوا هذا كله في ميزان حسناتهم ويبقوا ديما متألقين وديما متميزين. آمين. ولكن زادة ما زالوا الأطباء في صفاقس ما زالوا محتاجين إلى أنه يخدموا في فضاء أكثر أريحية وأكثر يعني أكثر بروفيسيونيل، أكثر سلاسة. أي واضح. على كل هذه منهم يخدموا في فضاء مريح باش ينجموا يقدموا النتيجة اللي نطالبوا فيهم بها، انها تكون نتيجه متناسبه. احنا باش نقعدوا معكم في المتابعه، لانه البنيه الصحيه كما قلنا في صفاقس يلزمها اكثر عنايه واكثر اصرار انه تتغير. بلد المليون ساكن واكثر، تسحق اكثر من هكا يظهر في كل المجالات. اما اليوم ما دامنا نحكيو على تحدي فيروس كورونا ولا تداعيات زاد كيف بعد رفع الحجر الصحي الجزئي الان انطلقنا فيه انطلاقا من اليوم، فيلزم اكثر حرص، يلزم اكثر متابعه، واليوم يلزمنا زاد كيف اكثر حركيه على مستوى المستشفيين الجامعيين الهادي شاكر ولا الحبيب بورقيبه. مريم بالقاسم النائبه مجلس نائب الشعب على صفاقس. اكيد تفضل. كلمه اخيره فاطمه، انا نحب معناتها نوجه تحيه لكل معناتها اهالي صفاقس على انضباطهم وعلى احترامهم للحجر الصحي وعلى النتائج اللي قاعده تخرج معناتها من مراكز التحاليل، انه احنا يوم بعد يوم قاعدين نخرجوا من غير حتى اصابه. صحيح. حاجه ايجابيه تدل على وعي وتدل على مستوى معناتها راقي جدا من تعامل المواطنين مع الاجراءات ومع معناتها التباعد الاجتماعي ومع الحيطه الصحيه اللي صحيح. ربما في جهات اخرين قاعدين معناتها يوم بعد يوم تتزايد الحالات، فهذه حاجه لازمنا نشكروا عليها اهالي صفاقس. لكن لانه احنا نعرفوا انه بدا الحجر الصحي الموجه، بدينا من اليوم انطلق الاجراءات تغيرت شويه، ثم معناها الناس باش تخرج، ثم اعمال باش تستأنف نشاطها وكل شيء. نعم. هذايا بالطبيعه ندعيو بالتوفيق لكل العاملين وكل العاملات والناس اللي باش تخرج هذه، ولكن نحبوا ننبهوا اللي راهو مش معناها هذايا انه الكورونا انتهت والفيروس صحيح. مازال الفيروس موجود، راهي الكورونا مازالت تخطر، صحيح قلت وصحيح احنا تغلبنا على جانب كبير من الخطر. نعم. ولكن ما لازمش معناتها نعيشوا في انفلات. حققناه الفتره هذه كلها عن طريق عدم احترام الاجراءات نتاع الحجر الصحي، التباعد الاجتماعي، وان نكونوا لابسين ليبافات وناخذوا كل احتياطاتنا، الاجهزه التعقيم وغيره ان شاء الله. هذا هو بالضبط ان شاء الله اللي لازم يكون، خاصه انه يكون عندنا سلوك حضاري، سلوك صحي. لازمنا نتعاودوا نتعاملوا دو سيت فاسون ونعيشوا كيما هكايا وما يدوم حال ان شاء الله. ثم كان الخير باذن الله. شكرا لك احلى مريم، شكرا الف شكر.